في مدار ال3 سنين اتعلمت بس صيانة جهاز تكييف. طب انا هركبه ازاي؟ ما عنديش خلفية خالص اللي انا هركبه، لا غير بس اللي انا نزلت في شركات اشتغلت فيها واتدربت. ودلوقتي انا يعني اعتبر مخلص وفي معهد فني صناعي. جالنا يا دوبك شركة دربتنا في اقل من شهر، كنا فاهمين اجزاء التكييفات كلها واجزاء الكهرباء. احنا سيبنا الشيك دلوقتي في الابتكار، ودخلنا في اللي احنا نبقى مدربين تنمية بشرية. حصلنا على TOT من النقابة بتاعت العاملين بالتنمية البشرية في اسكندرية، عشان ندي التأكيدات الإيجابية للطلبة للتعليم الفني، لأنهم حقهم مش موجود في الدولة للأسف. بحيث إن أنا عايز أقول له أنا نموذج، يعني إحنا نموذج قدامك، اعمل زينا مثلا، ما توقفش عند حاجة. أنت مش تعليم فني، لا أنا أفتخر إن أنا تعليم فني. المخ يشتغل، الثقة عندك لازم تكون موجودة، الاهتمام أهم حاجة من الدولة لازم تكون موجودة. ما ينفعش يعني إحنا خلال السنة الأولى السنة الثانية ما فيش الا غير السنه الثالثه بس المهندسه صفاء هي اللي اهتمت بينا وطلعتنا ليوم الابتكار. كويس اللي هي بقت وزاره تعليم فني، بحيث ان يعني احنا عندنا مثل في مصر يقول لك ادي العيش لخبازه. ما ينفعش الاثنين يكونوا في حاجه واحده. انا مش سواق عربيه وسواق طياره في نفس الوقت، لا لازم اكون ماسك جزء. فالتعليم الفني لازم يكون ليه شق معين، كل واحد فاهم هو بيعمل ايه. ما ينفعش دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. أنا مهاري يدويا، مبتكر، بصنع. أنا بنتج، مش بنتج علمي، لا أنا بنتج بإيديا. فلازم أفهم كل صغيرة وكبيرة عن الحاجة اللي أنا قدامي، عن المكنة. وبس في عيب عندنا في لما يجي المدرسين بيخافوا إن احنا نلمس المكنة، فدي حاجة غلط. أنا لو المكنة لو أنا ما بوظتهاش بإيديا مش هعرف أنتج بيها تاني. الغلط بيعلم. يرجع اهتمامنا بنموذج التدريب الألماني إلى أنه يعطي التدريب العملي أهمية قصوى، ولأنه يدمج الموظفين المتدربين في البنية التدريبية بشكل منهجي. يعمل نظام التدريب المزدوج على إعداد الأشخاص، وهو ينمي مفهوم هؤلاء وموقفهم من العمل، وهو ما لا يقدمه التدريب الأكاديمي الخالص. It's fundamental because if you see the German system, a lot of students when they are من الأمور الجوهرية أنه عندما ينظر المرء إلى النظام الألماني سيرى أن المتدربين في نهاية تدريبهم قادرون على ممارسة المهنة، وهذا أمر مهم على نحو خاص، لأنه يوجد ربط فعلي بين سوق العمل والجامعة أو